ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده المناقيش بطريقه سهله خالص. وهنا معانا هو كيلو دقيق، ومعانا كيس خميره، ومعانا معلقه كبيره من الملح، ومعانا معلقه كبيره من السكر. تمام. وهذه بيضه احنا بنسيبهم يتقلبوا شويه كويس قوي عشان كل المقادير دي تختلط ببعض زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، هو طريقته سهله ومهوش صعب وجميل ولذيذ حلوة قوي. ودي معلقه سمنه بلدي. احنا كده كده هنحط الزيت، هنختم بيه العجينه في الاخر خالص. تمام. احنا بنقلب برضو العجينه كده لحد ما ترمل شويه. دي طبعا عايزه تعجنيها على ايدك عادي يا جماعه، على حسب كل واحد ومقدرته يعني واللي عنده. تمام. هنا انا حطيت حوالي 3 معالق زبادي. ده كان لبن وانا حطيت عليه معلقه خل وسبته كده لغايه لما راب. عندك زبادي تمام، عندك لبن رايب حطي. كل الحاجات دي بتخدم العجينه وبتخليها جميله، بتخليها يعني تبقى هشه وطريه. دي رشه بيكنج باودر، انا ما حطيتهاش كلها، انا خدت منها حبه بعد ما حطيت كده. ده بيساعدنا ان العجينه تختمر. طبعا احنا بعد بقى ما هنقلب ده كله هنعجنها بميه. تمام. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ومتابعه، وتدعوا لي ربنا يفك كربي ويصلح حالي ويرد لي جوزي عاجلا غير آجلا يعني يا رب. اهوت هنا ابتديت انا حطيت كوبايتين ميه. تمام. كوبايتين ميه على الكيلو، هي بتختلف من دقيقه لدقيقه. انت بتفضلي تتاكدي لغايه لما تعملي عجينه بتكون الى حد ما طريه شويه، ما بتكونش يابسه. تمام. هي حلاوتها ان العجينه تكون طريه بس. اهوت هنا كانت ابتدت تتعجن اهو زي ما انتم ما شايفين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني، الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. اهوت. آه احنا هنا هنعجنها عجنه زي ما انتم ما شايفين كده. العجينه ما شاء الله، الله اكبر، جميله انسيابيه كده وطريه وحلوه وناعمه. اهوت هنا حطينا حوالي معلقتين زيت. تختاري زيت كويس. بصوا ما شاء الله العجينه عامله ازاي. بصوا استك بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. احنا كده هو بسم الله ما شاء الله كانت خمرت وما شاء الله اكبر زي ما انتم شايفين كده. هطلع البوكس المتين ده وقطعتها قطع صغيرة. كيلو عمل حوالي 25 واحدة. المناقيش طبعا شكلها متعارف عليه، اللي بيبقى شبه المركب ده. تمام. انت عايزه تعمليها الشكل ده اعمليها، عايزه تعمليها الشكل التاني اللي بيبقى مدور اعمليها. انا بحب الشكل ده. وديت كانت جبنه موتزاريلا على جبنه كيري سايحه. تمام. وكانت على جبنه فيتا. انا عملتها بالجبن، مشكل جبن، وعملتها بالزعتر. الزعتر بتجيبي 3 أو 4 معالق زعتر وتحطي عليهم قدهم زيت زيتون من 3 ل4 معالق برضه لغايه لما تبقى سايبه شويه كده. تمام. ادي واحده اهوت انا عملتها قدامكم، وهعمل قدامكم دلوقتي التانية اهوت انتي بتفرديها مطوله. تمام. بعد كده تروحي حاطه بقى اللي انت عايزه تحطيه. انا عملت زعتر ساده، عملت زعتر بالجبنه وعملت بالجبنه. تمام. ديت هتبقى بالزعتر والجبنه. اهوت انا ما بكترش زعتر يا جماعه، مكتروش، مش اهوت. تمام. هنزل دلوقتي عليه بمعلقه جبنه مشكله يا جماعه، خطيره. والعجينه هشه سكر، جميله جميله. تمام. اهو معلقه الجبنه اللي انا بقول لكم عليها، وتقفليها على شكل مركب زي ما هو ما واضح قدامك. تمام. عادي برضو انت لو زي ما قلت لكم كنت عايزه تعمليها مدوره عادي خالص، اعملي اللي يريحك واعملي الشكل اللي يناسبك. انا جيت على فكره في الاخر عملت قراص مدوره، كنت زهقت بيني وبينكم. اهوت بصوا اهو. تمام. هنا هفرجكم اهوت شكل السيجان اللي انا عملتها. طبعا انت بعد ما بتشكليها انا حطيت على اللي بالجبنه، رشيت عليها شويه حبه بركه. تمام. انت بتسيبيها لغايه لما تنفش. تمام. لغايه لما تتخمر تخميره محترمه، وبعد كده بتدخليها على فرن درجه حراره 200 حوالي 10 دقايق، تطلع بالشكل الخطير اللي انت شايفينه ده. جرب